أصدقائي، إحنا النهاردة هنحكي قصة جديدة في برنامج كاتب وكتاب، وإن شاء الله القصة تعجبكم، وتعالوا نشوف إيه هي القصة. إحنا النهاردة هنحكي قصة جديدة وإن شاء الله تكون تعجبكم، مع الأستاذة الكاتبة زهراء سلامة ومعايا صديقي أحمد. النهارده يا ولاد هكلمكم. اولا انا سعيده جدا بوجودي معاكم. شكرا. النهارده هحكي لكم على نماذج يمكن انتوا مش متعودين تعرفوا عنهم كتير، لكنهم نماذج مؤثره لانهم نجحوا رغم ان ظروفهم كانت صعبه جدا. ظروفهم صعبه ازاي؟ احنا بنسميهم ذوي الهمم. يعني ايه ذوي الهمم؟ يعني ربنا خلاهم مختلفين عننا، لكن برغم ان هم عندهم هذا الاختلاف يعني ولدوا بحاجه ناقصه غير بقيه زمايلهم وبقيه المعارف بتاعهم. مثلا يعني ربنا مثلا حاجه صغيره كده شالها منهم. ليه؟ لحكمه لا يعلمها الا الله. الاطفال دول كان عندهم إرادة، وباباهم ومامتهم سندوهم في إن هم يقدروا ينتصروا على هذا الاختلاف. هديكوا بقى نقول نماذج للأبطال دول. هنبتدي بالطفلة لبنى. الطفلة لبنى اتولدت وعندها هذا الاختلاف. يعني عندها متلازمة داون، يعني سنها يعني عقلها مش على قد السن. فمامتها وباباها اول ما لقوا ان هي عندها حاجه ناقصه عن بقيه الاطفال قرروا ان هم يساندوها. يعني ايه يساندوها؟ يعني يبتدوا يجيبوا حاجات كتير، يجربوا معاها العاب معينه، يجربوا معاها تعليم حاجات معينه علشان يشوفوا هي هتنجح في ايه، او هي هتنبغ في ايه، او ايه اللي هتحبه. يجيبوا لها لعب مثلا لقوها ما تحبش دي، يجيبوا لها حاجات مثلا يقروها لها. لا، اكتشفت مامتها وباباها ان هي بتحب السباحه جدا، عايزه تفضل على طول في الميه. ودوها بقى لنادي علشان تبتدي تتعلم السباحه صح. وفعلا بدأت شاطرة جدا جدا. بس المدرب قال لها لازم تكون موجودة في النادي كل يوم تدريب الساعة 5 الفجر. تفتكروا الساعة 5 الفجر علشان البنت تقوم وتروح النادي ده مجهود هيبقى قد ايه؟ مجهود قد ايه؟ كبير عليها وعلى مين؟ وعلى مامتها وباباها. برافو عليكم. فكانت الأم بتصحى بدري عن الساعة 5 تأكل بنتها وتهتم بيها وتشجعها وتحضرها إنها تنزل التمرين وتروح توديها التمرين وتفضل معاها لحد لما تتمرن. المدرب لاحظ إن هي متفوقة جدا وإن هي عندها نبوغ، فقرر إن هو يشترك بيها في المسابقات العالمية. كانت النتيجة تفتكروا إيه؟ تفتكروا ايه؟ لما دخلت بقى المسابقات عملت ايه؟ كسبت ايه؟ كسبت البطولة، ميدالية ذهبية. الطفلة لبنى اللي هي ربنا خلقها مختلفة استطاعت بفضل مساندة باباها ومامتها ليها ان هي تبقى بطلة عالمية وتجيب ميدالية ذهبية. مامتها كمان لاحظت ان هي بتحب الكاراتيه، مرنتها كاراتيه، ونفس الحكاية المدرب برضو لاحظ الحكاية دي فدخلها في البطولات العالمية وبرضو خدت ايه؟ خدت ميدالية ذهبية. كمان لاحظت ان هي بتحب الغنى وصوتها حلو، دخلتها الاوبرا. وبعدين عملت ايه؟ برضو بقت جميله ونجحت وبقت تحضر الحفلات اللي الرئيس بيحضر فيها، احتفالات قناه السويس وكل المناسبات الوطنيه، وتغني قدام الرئيس وتغني بكل الثقه وبكل ايه؟ وبكل الشجاعه والقوه والشجاعه. الأسرة سندت لبنى، وقفت جنبها. وطبعا أي حد بينجح
لازم يكون في حد هو ليه يعني سند او ايد في مساعدته. ودايما الاسره هي اول حد المفروض يساعد اولاده اللي بيبقى طلع عنده اي حاجه، يسنده لحد لما ينجح ويبقى ايه؟ بطل. يعني اذا لبنى اللي كانت عندها هذا الاختلاف اصبحت في المجتمع ايه؟ ليها دور واصبحت شخصيه الناس بتشاور عليها. يبقى هنا التحيه والميداليه مش للبنى بس، لا، لبابا وماما وللاسره اللي سندت لبنى في ان هي تصبح بهذا ايه؟ الجمال. دي قصه. كمان نماذج حلوه جدا في الحياه. عارفين طه حسين؟ عارفين مين هو طه حسين؟ طه حسين؟ لا ما اعرفوش، بس بسمع عنه. تسمع عنه ما تعرفش ايه هو؟ مين هو؟ لا. ولا انت؟ ولا طيب. بس انا اسمع عنه. طيب طه حسين ده يا حبايبي كاتب عظيم جدا واديب ومفكر. اتولد وبعدين بعد فتره عي في عينيه وبقاش بيشوف. باباه دخله يحفظ القرآن في الكتاب. وبعد كده ايه اللي حصل؟ حسوا ان هو نبغى، مع ان هم في الصعيد في المنيا وعندهم امكانيات بسيطه جدا، لكن اهتموا بيه ودخل المدارس اتعلم، وبعدين دخل الازهر، وبعدين انا عايز جامعه اهليه كمان، مش عايز بس الجامعه بتاعه الازهر. دخل كليه الاداب وتعلم ونبغ وراح السوربون في فرنسا. راح السوربون فين؟ في فرنسا. من اعظم الجامعات. فتعلم اللغه الفرنسيه ونبغ فيها، وبدا عظيم جدا جدا في كتاباته وادبه وفكره. هو صاحب مقوله جميله جدا، ان التعليم كالماء والهواء. عارفين يا اولاد التعليم ده مهم ازاي؟ طبعا. الانسان بيبقى لما بيتعلم بيبقى عنده شخصيه ويبقى عنده ايه؟ عنده قوة، عنده قدرات. انت دايما كل حاجة تعرفها، كل حاجة تتعلمها هتنبخ وتبقى انسان محترم في المجتمع. الدكتور طه حسين حصل على من الصعيد من المنيا وهو لا يرى كفيف، ولكن بإرادته وبعزيمته قدر ان هو يحصل على الدكتوراه ويرجع لمصر يفيدها بعلمه وبفكره، واصبح من اكبر ومن اعظم الادباء والمفكرين. يا ترى انت حبيبي استفدت ايه من اللي انا قلته، من الحدوته بتاعت لبنى البطله؟ لبنى على فكره لبنى دي بنت مصريه موجوده في الحقيقه، يعني مش قصه انا مؤلفاها، دي بطله موجوده فعلا وخدت الميداليه الذهبيه فعلا. وطبعا الدكتور طه حسين انتوا عارفينه. فايه اللي استفدته من اللي انا قلته؟ استفدت ان انا لو في حاجه يعني فيا ابقى يعني اهلي هيشجعوني وانا هبقى بطل. برافو عليك. ان انا لو عندي اي حاجه ناقصه، عندي مثلا حد بياخد وقت طويل انه يفهم يركز اكتر، هيبقى افضل. وبعدين يشوف هو ايه الحاجه اللي بيحبها وشاطر فيها، يقوم يركز عليها يبقى ايه؟ بطل. وانت حبيبي اتفضل يا شيخ. استفدت ان الواحد لازم يتعلم ولازم يبقى مثقف، ومهما الحاجه اللي فيه لازم يوصل اللي هو عايزه بالاراده والتصديق. متشكره جدا جدا ليكم. خلصت كده حلقتنا من كاتب وكتاب. باي باي.